الزملكاويه كلهم متضايقين قوي الاهلي، وشارك في البرومو بتاع فيلم اولاد رزق ثلاثة القاضيه، وان ما يصحش وبيدمر القيم الاخلاقيه الاجتماعيه، والمجلس اداره الزمالك بيقول لازم يتشال. يتشال ايه يا حبيبي؟ يتشال ايه يا حبيبي؟ ده فيلم سلسله بتنزل من زمان خالص، والناس عشان خاطر الفيلم يكبر اكتر واكتر دخلوا الاهلي في البرومو بتاعه. ده الطبيعي. وبعدين ما تعمل انت زيه، ما تعمل انت زيه، تجرؤ، تقدر تعمل واحد زيه؟ تقدر انت تروح لمنتج غير لو كان العدل الجروب بتاعك بس كده خلاص؟ ده لو الراجل في الاخر بيرمي فلوسه كده في الارض تقول تعالى نعمل فيلم، نعمل فيلم على ان احنا كسبنا الاهلي الدور الاول مثلا في الدوري وفي الاخر هنخسر الدوري، ويبقى فيلم شيكابالي. شوف كده هو هيجرؤ انه يعمله؟ ولو جرؤ انه يعمله هيبقى منظره ايه هو كده كشركه انتاج؟ والفيلم ده في الاخر ما حدش هيدخله غير اعضاء مجلس الاداره والاستاذ خالد الغندور. هيبقى ايه؟ هيبقى ايه القصه يعني؟ مفيش منتج هيرضى يعمل لك لا مسلسل ولا حتى يحمض لك فيلم. انت فرقه، انت دي قدرتك كده حبيبي. انت اعلاميين الزمالك عشان يشتهروا بيقولوا كلام غبي وتافه عشان الاهلاويه يشيروه وما بيتريقوا عليه فياخد ريتش على تريقه الناس عليه. انت اعلامك حتى هزء، يعني بيعتمد على تهزيء وتريقه الناس عليه عشان يجيب ريتش، لان هو جمهوره لوحده مش كفايه. جمهوره لوحده مش كفايه. انت 5% من مصر، 5%. ما تجرؤش تعمل حاجه، ما تجرؤش تعمل شيبسي تسميه الزمالك. انت لو عملت مسلسل المنصه اللي هتاخده منك الاهلاويه لو شالوا بس اشتراكاتهم منها كده، اذا كانت شاهد ولا واتشت ولا اي خرا، هتقفل. فقول يا جماعه احنا نفسنا نبقى قد الاهلي فنقدر نعمل حاجه زي كده، ممكن نبتدي ساعتها نتكلم. لكن ما تقولش اي هفلطه في البقى. ركز بقى مع المشاكل اللي عندك، القضايا. الاخ سامسون اكينولا هو اللي بياخد مليون دولار في السنه وبياكل فخده ضاني كل اسبوع، خلاص بقى تخمني وبيلعب معاك، وحتى ده طفش وبيفسخ التعاقد من الراجل. ركز في الكلام ده، ركز في مصايبك، ما تجيش تتكلم معايا انا دلوقتي في الكلام ده. احنا ناس خلاص الحمد لله خلصنا الكوره ودخلنا على كاس العالم للانديه ناخد فيها 50 مليون يورو، ودخلنا كمان في بتاع بنعمل بروموات لافلام. الغل والحسد ده مش هيوصلك لحاجه. كان وصلك يا ابني، كان وصلك. ما انت بقالك 100 سنه شغال في الخرا ده، ما وصلتش انت لحاجه ومش هتوصل، مش هتوصل. فبلاش بقى الفرق والهلك ده على الفاضي. خلينا نركز بقى ونشوف الفيلم ده هينزل امتى ولا بتاع.